وأخيرا واصل ائتلاف الثقافة المستقلة احتفالاته التي يقيمها في السبت الأول من كل شهر تحت عنوان الفن ميدان. التفاصيل في التقرير التالي. أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة احتفالية للثقافة المستقلة في مصر بمشاركة شباب الثورة والفرق التابعة للهيئة في ميدان عابدين. شملت الاحتفالية معرضا دائما لكتاب من إصدارات الهيئة ومعرض فنون تشكيلية وعروض فنية لفرق الهيئة. قبل كده كنا كانت وزارة الثقافة بتتبرع بجزء، وكان ده طبعا كان بيدعمنا بشكل كبير. بس حاليا احنا يعني في لسه مشاكل تنظيمية، فاحنا ما عندناش التدعيم ده وبنبتدي نجمع من الافراد تاني. في الحقيقة يوم 25 شفت شباب في مظاهرة 25 يناير 2012 عاملين عروسة كانت متعبة جدا في تحريكها، ففوجئت بان هم بيفكروا يعملوا مسرح شارع. ده الشغل اللي احنا بنعمله ده اسمه مسرح الشارع، بنستخدم فيه العرايس الكبيره عشان يناسب حجم الشارع ويناسب حجم الطريق. فطلبت منهم اذا كانوا فعلا يرغبوا ان هم ييجوا يشتغلوا معايا. انا عندي فرقه في الفيوم اسمها فرقه الكوشه للعرايس، وفوجئت ان الشباب جم فعلا واشتغلنا وعملنا الشغل دوت مع بعض في ورشه عمل جماعيه. هو ائتلاف الثقافه المستقله اللي بينظم المهرجان دوت هو ائتلاف مجموع معمول من مجموعة كيانات ثقافية وفنية زي ساقية الصاوي، ورشة الجريتلي، وفنانين ومثقفين. حوالي 150 كيان وشخص موجودين فيه. ائتلاف الثقافة المستقلة هو كيان أنشئ عقب ثورة 25 من يناير، ويضم 85 مؤسسة ثقافية، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين المهتمين بالشأن الثقافي لدعم أهداف الثورة. احنا جماعة فنية مصرية بنعمل في ميدان عابدين دي الخامس مرة مشاركة معاهم. بنعمل جداريات في كل مرة، كل جدارية بتعبر عن الأحداث اللي موجودة دلوقتي واللي بتحصل معانا في مصر عموما. دي جدارية ان شاء الله باذن الله بنعملها اهداء لوزارة الثقافة. احنا البداية بتاعتنا ابتدت ان الفنان التشكيلي احمد بيرو جمعنا ما كنا في منتظرين في ميدان التحرير، قال لنا احنا عايزين نبني ونعمر مصر بس بطريقتنا احنا، لان احنا كلنا فنانين تشكيليين وسلاحنا هو الفرشة والقلم. وتضمن برنامج مهرجان ميدان عابدين كثيرا من الفقرات والأنشطة الثقافية وقراءات شعرية بمشاركة عدد كبير من الفرق المسرحية والموسيقية والفنانين التشكيليين. سارة محي، صباحك يا مصر.